النهاردة هنعمل حاجة جميلة ومتميزة من داخل المطبخ بتاع ريهام، وهي حلاوة طحينية سادة بالمكسرات زي ما تحبوا يا حبايبي. في فيديوهات كتير طبعا طلعت وانتشرت، اللي بيعملها بعرق الحلاوة واللي بيعملها باللبن البودر او اللي هو لبن النيدو. احنا النهاردة هيبقى معانا مكونين او 3 بالظبط، مش مكلفة، وهنعملها ان شاء الله معاكم. يلا بينا نشوف المكونات. طبعا انتوا فاكرين الطحينة بتاعتنا دي اللي احنا عاملينها، وموجودة الحلقة بتاعتنا في القناة بتاعت طريقة عمل الطحينة. معانا 2 كوب من الطحينة، كوب من الماء، كوب من السكر، معانا عسل الكلوكوز، مع ده ملح طعام اللي هو ملح الليمون. هناخد من ده اداء الربط الاساسي بتاعنا، ده الاساسي مش هنستغنى عنه، ده اداء ربط في العرق الحلاوة بتاعنا اللي احنا هنستخدمه. طيب لو ما معكيش عسل كلوكوز متوفر، هيبقى الكوب الماء دوت نص كوب من الماء بس. يلا بينا نسمي الله ونبدأ نشتغل في الحلقة بتاعتنا. هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل كده بكوب من الماء في طاسة، وكوب السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزين السكر يتنطور حوالين الطاسة بتاعتنا، هننزل كده بالمنظر ده. هناخد بس ربع معلقة ملح ليمون كده اهو، نزلنا عليها ربع معلقة هنا. علشان هنبدأ ناخد معلقة عسل كلوكوز، هنحط المعلقة كده في قلب المية ونسمي بسم الله. هناخد معلقة من عسل الكلوكوز وهنضيفها اهو يا حبايبي، معلقة نزلت اهيت. وهنبدأ كده حطيناها على النار بتاعتنا لحد ما يغلي معانا ويتسبك، وهوريكم المراحل اول باول كده لحد ما نشوف القوام اللي احنا هنعوزه. وهو اسمه ده بنجهز حاجه كده دي اسمها ناطق، اللي هو بديل عرق الحلاوه. وهنا يا حبايبي العسل بتاعنا بدأ يغلي اهو، وهنقلبه معاكم. او الناطق او المكون اللي احنا هنجهزه وهنربط بيه الطحينه بتاعتنا في تحضير الحلاوه الطحينيه. وهنا على النار لازم الطحينه تكون دافيه عشان يبقى الطحينه دافيه والناطق بتاعنا سخن، لان لو الطحينه بارده ونزلت على السخونيه دي هتقفش بسرعه، فلازم يكونوا الاتنين دافيين مع بعض اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين الناطق بتاعنا بدأ يغلي اهو ويتسبك لدرجة معينة. طبعا لو في ترمومتر بنقيسه على درجة 150، فاحنا في اختبار هنعمله علشان اوريكم القوام اللي احنا هنقدر نوصله ونبدأ نشتغل عليه اهو يا حبايبي. شايفين الناطق بتاعنا او المادة الماسكة لعمل الحلاوة بدأت تقل، وهنوصل لمرحلة ان احنا لما نبدأ نحط العسل ده بين ايدينا كده ونبدأ نفتح في ايدينا كده ونلاقي فيه مادة لزجة ما بين ايدينا كده بتروح وتيجي، هي دي المادة اللي احنا هنوصل لها ان شاء الله. بس مع نتيجة العسل ان شاء الله. بصوا مراحله، شايفين يا حبايبي هنا بدأ يتقل معانا خالص اهو. هنيجي ننزل كده بالمعلقة، ده برضو اختبار من ضمن الاختبارات، لو لقيناه بينزل كده بسرعة يبقى هو لسه. لما يبدأ بقى يتقل معانا هتلاقوه بينزل من المعلقة بالعافية. هي دي المرحلة اللي احنا عايزينها. يا ريت يا حبايبي متنسونيش في الشير واللايك والاشتراك وتدعيم القناة علشان اعمل لكم كل ما هو جديد اهو. بدأ الناطق بتاعنا يتقل اهو. شايفين يا حبايبي انا معلش بطول الفيديو علشان اجيب لكم كل المراحل بتاعته علشان تبقى ناجحه في عمايلها ان شاء الله معاكم، ان حبيتوا تجربوها باذن الله اهو. بدأ الناطق بتاعنا ينزل واحده واحده ازاي من المعلقه. ومعانا هنا طبعا كوبايه فيها ميه هنعمل لها اختبار، نشوف كده. هناخد ندعه صغيره بسم الله، بدأت تحجر معانا كده وبدأت تعمل كورة، شايفينها اهي.
لسه ما بديتش تعمل كرة اهي. بسم الله. لسه شوية. هي قربت اهي بالمنظر ده، شايفين اهي. هو دي المرحلة اللي احنا عاوزينها. بكده يبقى هنطفي على الناطق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح الكاميرا. وهنا يا حبايبي هنبدأ ننزل الناطق بتاعنا كده، وبالمضرب الكهربائي او المضرب اليدوي. انا طبعا ما عنديش مضرب كهربائي، عندي مضرب يدوي. هنا كده نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نضرب جامد 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 لحد ما يتكون معانا فوم جامد كده. بسم الله بسم الله. فوم جامد كده بسم الله. يا رب قوينا يا رب. شوف انا بتعب والله يا جماعه عشان اقدم لكم كل ما هو جديد، فيا ريت ما تستخسروش فيا اللايكات والمشاهدات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين انا بدعك جامد اهوت في العرق بتاعنا اللي احنا بنجهزه، او الناطق ده اسمه الناطق اهوت. وهنا يا حبايبي الطحينه معاكم دافيه اهي زي ما اتفقنا علشان ما تنفش. وهنبدا كده بمعلقه خشبيه بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو بالمنظر ده، في اتجاه واحد، في اتجاه واحد كده بسم الله. هنبدا نقلب جامد كده اهو في اتجاه واحد لحد ما تبدا تكون معانا العرق كده بتاع الحلاوه. بسم الله بسم الله. ما تيأسوش ولا تتزهقوا، واهدوا كده عليها لحد ما تبدأ تتكون معاكم. شايفين يا حبايبي في اتجاه واحد اهو، شايفين بسم الله ما شاء الله الحلاوه بدأت تتكون معانا اهو. شايفين يا حبايب قلبي، شايفين بسم الله ما شاء الله الحلاوه بدأ يتكون معانا اهو. هنفضل نقلب لحد ما نلاقيها تتلم معانا كده. بصوا حبايبي عشان طبعا اكون صادقه معاكم، الحلاوه فصلت مني معرفش ليه عملت كده. هي انا هشتغلها للاخر طبعا واكون صادقه معاكم. هلم العرق بتاع الحلاوه اهو وهبدا انزله في اي علبه كده. بس انا معرفش ايه سبب الفصلان ده بصراحه. انا قلت انفذها لكم على القناه عشان انقل لكم كل جديد من قناتي، واشوف القنوات اللي هي بتنزل وتصور فعلا هما بيقدموا المحتوى صح ولا لا. طبعا على ما اعتقد كده هيبقى المحتوى مش صح خالص. بقى هنا حطينا الخليط بتاعنا اللي هو العرق الحلاوه ده الحلاوه. هنشوف في الاخر اللي هيحصل يعني. طبعا انا هنا فردتها في قلب الكيس اهوت ورصيتها معاكم. ابني بيقول لي طبعا هنا يا ماما ما تكسفيش نفسك مع المشاهد علشان انا بقول الصراحه فما ينفعش. قلت له لا يا احمد طبعا انا مش هينفع اكدب على المشاهد بتاعي. انا هنا اهوت هغطيها وهنبيتها ساعه في التلاجة، نقعدها ساعه او تاني يوم ونفتحها ونشوفها مع حضراتكم ان شاء الله. وبكده يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا معاكم متنسونيش في الشير واللايك علشان اوصل لكم المفيد دايما، عشان ما تحاولوش تقلدوا اي حد على القنوات اليوتيوب وتخسروا فلوسكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا صباح السعاده عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ النهارده معانا تكمله للحلقه بتاعه الحلاوه الطحينيه وطريقه عمل الحلاوه. تعالوا يلا نشوفها بعد ما بيتناها ليله كامله في التلاجة ايه اللي تم فيها. وهنا يا حبايبي بعد ما عملنا الحلاوه اهو كنا مغطيينها، هنسمي بسم الله كده ونفتحها ونشوف الشكل بتاعها. هنبدا نعينها من الكيس كده بالكيس زي ما هي اهي كونت قرص معانا. هنبدا نفتحها كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده. كلها طبعا مليانه زيت اهي بسم الله.
هنبدأ بسم الله كده نكسرها ناشفة حجر يا جماعة. شايفين السكينة مش راضية تمشي فيها. ودي طريقة انا خدتها من على النت وقلدتها بالظبط، والله ما عملتش فيها حاجة لا افتكاسات من عندي ولا الكلام ده. شايفينها مش كويسة خالص، هتترمي. والحمد لله ان انا ما حطيتش عليها مكسرات ولا اي حاجة. ويا ريت يا ريت انا بناشد كل حبايبي وفانزاتي اللي معايا على القناة، مش اي حاجة هنخش نقلدها. شايفينها يا دوبك هتترمي على الزبالة بالمنظر ده. فطبعا يا جماعة ادوا العيش لخبازه حتى لو كان نص يعني. فنصيحة نصيحة، مش اي حد نقلده من على القنوات بتاعة اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.